السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم معايا في مطبخي وصفة جديدة من وصفاتي. معاكم شيماء عزب، وإن شاء الله النهاردة من مطبخي هنعمل تورتة الفراولة الفظيعة اللي انتوا شايفينها دي. تورتة تحفة بجد شكلا وطعما. إن شاء الله تعجبكم، ممكن تعملوها بقى لحبايبكم تفرحوهم. عملنا الكيكة الإسفنجية والكريم شانتيه، والنهاردة إن شاء الله هنكمل التورتة. اول حاجه معايا المكونات التورته: كيكه اسفنجيه، الكيكه اللي احنا عملناها مع بعض، حليب لتشريب الكيكه وهوريكم انا عملته ازاي، كريم شانتيه مخفوق، صوص فراوله، وصوص الفراوله ده برضو هنعمله مع بعض، وفراوله قطع، وجيلي لتلميع الفراوله، جيلي فراوله لتلميع الفراوله. اول حاجه خلطه تشريب الكيك او الحليب، هحط نص كوبايه من الحليب، عليها معلقه كبيره من الحليب البودر، وعليها معلقه كبيره من السكر البودر، والحليب البودر ده بيدي للكيكه طعم جميل جدا. هنحط الحليب البودر على اللبن او على الحليب، وهنحط عليه السكر البودرة، وهنقلب المكونات دي كده مع بعض، ودي كده هتبقى عندي مكونات تشريب الكيك. بعد كده بقى هجيب القاعدة بتاعتي اللي انا هحط عليها، او الطبق اللي انا هعمل عليه التورتة، وهبدأ ان انا اشرب الكيكة بواسطة فرشة كده. هجيب الفرشة وهبدأ ان انا اسقسق الكيكة كده بالراحة. طبعا لما بشربها كده الكيكة بتبقى طرية جدا وبيبقى طعمها تحفة. بعد كده بقى جبت كيس، ده كيس بلاستيك من اكياس السندوتشات العادية، حطيت فيه الكريمة، وهبدأ بقى ان انا اعمل زي ما انتوا شايفين كده، بعمل خط كده داير ما يدور علشان اعمل طبقة من الكريمة، واحط شوية من صوص الفراولة. صوص الفراولة ده انا عامله لكم فيديو بيه. هنوزع شوية كده من الصوص، وهنبدأ بقى بواسطة اسباتيول او بواسطة سكينة، هنبدأ نوزع بقى الكريمة، نسويها كده زي ما انتوا شايفين. وهبدأ بقى اوزع شرايح كده من الفراولة على الكريمة. وهحط بعد كده الطبقة التانية. شايفين الكيكة جميلة جدا، والتقطيعة بتاعتها مظبوطة، التقطيعة بتاعتها مظبوطة زي ما وريتكم طريقة التقطيع. هحط لكم برضو اللينك بتاع الكيكة الاسفنجية تحت الفيديو، وكمان اللينك بتاع الكريم شانتيه. برضو عملت كده خط داير ما يدور، وهبدأ اوزع برضو شوية كده من صوص الفراولة. بكرر الموضوع ده في كل الطبقات بتاعة الكيك. هساوي كده برضو بواسطة الاسباتيول عشان الطبقة. ميزة الموضوع الكيس ده ان هو بيخلي لي الطبقة بتاعة الكريم شانتيه تبقى يعني طبقة مظبوطة، ما تبقاش حتة طالعة من الكريمة وحتة نازلة. وزعت برضو شرايح من الفراولة، واحط الطبقة التالتة، وبكمل كده بنفس الطريقة. عملت الطبقة الرابعة وحطيت اخر طبقة، دي كده شكل الطبقات معايا زي ما انتوا شايفين كده، شكلها جميل جدا. ببدأ بقى بواسطة السكينة او الاسباتيول، ببدأ ان انا اساوي الكريمة اللي في الجنب دي كده، الكريمة اللي طالعة دي ببدأ ان انا اسويها، بحيث انها تبقى شكلها متساوي. لما اجي احط بقى الطبقة الاخيرة اللي انا هغطي بيها الكيكة او التورتة، يبقى شكلها كده مظبوط وحلو. برضو عملت طبقة كده من الكريمة، طبقة خفيفة عشان لو في اي فتافيت في الكيكة. بساوي بقى بالشكل ده. يعني بحاول تقريبا ان انا اغطي الكيكة بالكريمة كلها، وبعد كده بعد ما اخلص هدخلها بقى التلاجة او الفريزر شوية كده علشان الكريمة تبقى ماسكة نفسها. ده شكلها بعد ما سويت الكريمة. بعد كده بقى هبدأ احط الطبقة الاخيرة من الكريمة،
الكريمة دي عندي مقدارين، يعني انا عملت كوباية من الكريمة للحشو وكوباية من الكريمة لتغطية التورتة. بساوي بقى كده بواسطة معلقة بلاستيك او سكينة برضو، ببدأ احط بقى الكريمة واساوي كده كويس على قد ما اقدر، بحاول ان انا اخليها شكلها مظبوط ومتساوي. ببدأ اوزع كده الكريمة، وبعد كده بقى ايه يعني هاخد ابدا احط في الجناب، هبدا ان انا ايه املى الجوانب بتاعه التورته بالكريمه اهو. بصوا بملى كده الجوانب بواسطه السكينه، وبعدين يعني بمشي بيها كده بحيث ان انا ايه بملى كل الجوانب اهو زي ما انتوا شايفين كده، بحيث ان انا ايه املى الجوانب وشكل التورته يبقى مظبوط. بعد كده بقى عندي الأداة اللي هي لونها برتقاني دي اسمها سكرابر. دي رخيصة جدا، جايبينها من عند الموان. بيستخدموها المحارين بس احنا بنستخدمها في التورت. ببدأ ان انا اساوي بيها اي حاجة كده عندك عريضة، ابدأي ساوي بيها بقى الجوانب بتاعة التورتة، اي زيادة شيليها عشان شكل التورتة معايا في الاخر يبقى مظبوط. بفضل بقى اساوي كده زي ما انتوا شايفين، وهبدأ ادخل الحتت اللي طالعه لبره دي هدخلها لجوه كده بواسطه السكرابر ده او البلاستيك او اي حاجه متاحه يعني. بس كده ده شكل بقى التورته بعد ما انا غطيتها كويس وسويتها. برضو بدخلها التلاجة كده تسقع شويه، وهبدأ بقى ان انا اجهز القمع اللي انا هزين بيه التورته. ده شكل القمع، حطيته في كيس. الكيس البلاستيك دي عبارة عن اكياس، اسمها اكياس الاستعمال الواحد او القراطيس بتاعت الاستخدام الواحد. بحط فيها القمع اي شكل انتوا حابينه، مش شرط شكل معين، وبقص الطرف بتاعه وبطلع منه القمع بالشكل ده. وبعد كده هبدأ اعبي الكريمة زي ما انتوا شايفين كده، بحط الكيس في قلب يعني كوباية او اي حاجة وببدأ اعبي. وبعد كده بلم الكيس من فوق، ببدأ اضغط من تحت لحد ما الكريمة تطلع، يبقى انا كده تمام. بعد كده هبدأ بقى اعمل الوردات بالشكل اللي انا عايزاه، زي ما تحبوا، كل حد زي ما يحب ان هو يعمل يعني التزيين ده براحتكم. انا بس بديكوا كده يعني ايه نموذج للتزيين او شكل من اشكال التزيين، وانتوا طبعا زي ما تحبوا. عملت بقى الوردات كده داير ما يدور زي ما انتوا شايفين كده، شكلها جميل جدا وتحفة. وعملت بقى جيت من تحت كده في التورته، عملت برضو ايه الشكل اللي هو الزجزاجي ده اللي انتوا شايفينه. بعد كده بقى هبدأ جبت شرايح من الفراولة، وهبدأ ان انا اوزعها في النص كده باي شكل بقى انتوا حابينه. وزعت كل يعني مليت كل الفراغ اللي في النص وحطيت الفراولايه. بعد كده بقى عشان المع التورته جبت جيلي تلميع، ده عبارة عن باكو جيلي تلميع وتلت كوباية مية سخنة، مية سخنة جدا. ضروري ان المية تكون مغلية علشان الجيلي يدوب فيها كويس. فضيت بقى كيس الجيلي عليها، وهبدأ اقلب بقى بالمعلقة كويس جدا واتأكد ان الجيلي كله داب. بعد كده بقى بواسطة الفرشة كده هبدأ ان انا ألمع الفراولة. هو انا الحقيقة يعني في الاول لمعته، وبعد كده ايه عملت زي طبقة كده من الجيلي. حسيت ان هو شكله حلو فبدأت ان انا ازود الجيلي، حتى ان هو ايه بدأ ينزل كده من على الجناب، ولما بدأ ينزل حسيت ان هو شكله جميل فكملت بقى، عجبني الموضوع. دي اسمها اصلا دريب كيك، بتبقى كيكة كده والخطوط دي نازلة من الجنب. ده شكل التورته النهائي. اتمنى ان شاء الله ان التورته تكون عجبتكم. تورته سهله وبسيطه، تكلفتها لا تتعدى ال50 جنيه. وفي نفس الوقت ما شاء الله كبيره وعاليه وبتفرح جدا جدا وطعمها تحفه جدا، وكفايه ان انت عاملاها في البيت. اتمنى ان شاء الله ان الوصفه تكون عجبتكم، وما تنسوش بقى تشتركوا في القناه لو مش مشتركين فيها، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وتدعموني بقى باللايك والشير عشان تشجعوني. والف هنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.